بغينا التصاور بغينا الوقيع ويجوز لنا غير الطريق فين يجوز المحسنين يعطيونا اللي كتب الله غا الطريق ما يعطيوناش يجوزوا لنا الطريق عطا الله المحسنين يجونا من كل جهه ويدوزوا لنا غير الطريق الله يرحم والدين راه المتهدي الناس خلازوا اللي عايشين كيموتوا بالجوع والعطش وحنا كنموتوا وقالوا لك تسنى حتى نساليو ندوزوا نصوروكم عاد ندوزوا لكم الطريق عاد نعطيوكم الماء تشربوا وحنا كنموتوا اللهم إنا هذا منكر اللهم إنا هذا منكر اللهم إنا هذا منكر والحكومة ديالنا مات وما دارت لنا والو اول زلزال جا في هذه المنطقه اللي عايشين كيموتوا بالجوع واللي ماتوا تفرقعوا بالخناز. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كنا ندخل إلى بعض المواقع يعني مواقع المغاربة والوايفات المغاربة ويتحدثون عن البنية التحتية للمغرب وسبحان الله العظيم، لماذا هذا الكذب والافتراء والكذب على هؤلاء المساكين بأن المغرب عنده بنية تحتية وأن المغرب يمتلك كذا وكذا وكذا؟ بالله عليكم لماذا هذا الكذب؟ لماذا هذا الكذب؟ لماذا تغطون على الظالمين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين. هذه هي البنية التحتية يا أهل المغرب. 70 عائلة كلها أبيدت. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.